في فرق كبير قوي بين حد بيعمل فولو اب بطريقه تخسره العميل وبين المحترف اللي بيعرف يرجع الديل تاني. في 3 غلطات مش عايزك تعملهم ابدا. اول غلطه انك تبعت للعميل او تكلمه وتقول له انا بس بتاكد ان الرسائل بتاعتي وصلت لك والحاجات اللي بعتها لك انت شفتها. انت كده بتبان كأن حياتك كلها تقف لو هو ما اشتراش منك، وبتبان مش واثق في نفسك خالص. تاني غلطه انك تقول للعميل انا بس بتابع معاك، انا بفولو اب معاك. كده بتبان كأنك بتجري وراه ومفيش بوستشر وبتكرر نفس اللي كل الناس بتقوله، والعميل من كتر ما سمع الجمله دي انا بس بتابع معاك بقى ديفنسيف عموما ومش عايز يرد اصلا. تالت غلطه انك تبعت للعميل وتقول له حاجه زي ها ايه الاخبار، جاهز نبدا امتى؟ هو لو كان جاهز يبدا كان زمانه بدا اصلا. السؤال والطريقه دي بتخليك في موقف ضعيف. الطريقه الصح بقى مستر احمد انا راجع لك بعد اسبوع، كان زحمه قوي عندي بس كنت عامل ريمايندر عشان كان لازم ارجع لك. عندي فكرتين جداد جاهز ان انا اشاركهم معاك قبل ما نقرر هناخد الخطوه اللي جايه ولا لا. الساعه 3 العصر تمام معاك؟ خدت بالك من الفرق؟ انت مش بتجري وراه، انت فعلا عندك قيمه تديها له، محتفظ بالبوستشر بتاعك بوضعك في البيعه دي، والقرار مشترك بينك وبينه، مش باين ان انت بس اللي محتاج له. العميل ساعتها هيكون عنده سبب حقيقي يخليه يرجع يتكلم معاك. بس وزي ما بقول دايما تكنيك جديد معاك في جيبك، جربه وقت ما تحب.